الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط، يطيب لنا أن نعبر لكم عن تهانينا على تخرجكم من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية. ويسعدنا أن نترأس اليوم حفل أداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم والدتنا المشمولة بعفو الله ورضاه، صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة رحمها الله، وذلك تقديرا للأم المغربية ولدورها في تربية الأجيال على مكارم الأخلاق وعلى قيمنا الروحية والوطنية الأصيلة. واعتبارا لما وفرناه لكم من تكوين حديث وتأهيل عالي المستوى، فإننا واثقون أنكم ستقومون بواجبكم الوطني بما هو معهود في قواتنا المسلحة والأمنية من كفاءة واقتدار، ومن غيرة وطنية وتشبث بمقدسات الوطن. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما ننتظره منكم من استقامة وانضباط ووفاء وإخلاص لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.